بص يا سيدي، قدامك الطفل ده بيقدم شكل معين من أشكال حاجات اللي هو بيلاقيها في أرض الطبيعة. وهيبدأ هنا يقص جزء جزء لحد دي ما يخليها قطعة واحدة بالشكل اللي قدامكم ده. زي ما بنقول كده بيعمل من الفسيخ شربات، وهيفضل يسويها شوية شوية من كل اتجاه. وهنشوف العبقرية دلوقتي بعد ما يقص كل جزء لوحده. حرفيا يعني بيعمل من الفسيخ شربات، ملهاش تعليق غير كده، بغض النظر عن مقاس الطفل، ب- بعيدا ان هو اصلا بيقدر الطفل. بس بقى هيفضل يقص جزء جزء، وبعدين هيساويهم من كل اتجاه، وبعدين هيفضل يساوي كل اتجاه لوحده ويتنيه بالشكل ده. لاحظ هو شغال دلوقتي بدقة معينة، تمام. وبعدين هيفضل يتني كل اتجاه مع بعض ويساويهم. شوف سن الطفل قد ايه، وهو هيعمل فكرة قد ايه. وهنا بيصنفر كل جزء لوحده، وهيرجع تاني برضه يقص كل جزء لوحده. حرفيا بيعمل يعني ايه، حاجة معينة. وبعدين هنا هيفضل يقص كل جزء علشان يكمل الشكل اللي هيطلع في الاخر ده يا جماعة مع بعضينا. وبص هنا هيفضل يساوي كل جزء بحرفة معينة بطريقة معينة علشان يكمل الشكل بتاعه. طبعا مش عايز احرق عليكم مفاجأة، هو هيعمل في الاخر بص من الفسيخ شربة. طبعا انتوا توقعتوا الشكل اللي هيطلع في الاخر دلوقتي ايه، وانه مفيش بيت بيخلى من الحاجات اللي هو بيصنعها دي. بص بقى هو عمل من الفسيخ حرفيا شربات يعني. واتمنى لكم مشاهدة ممتعة ان شاء الله.